السلام عليكم زميلين ديالي فيما كنتو، كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا نهار جديد وفيديو جديد. قول لي نهار جديد بعد غياب، المهم تقبلوا علينا وصافي. المهم اليوم نهار مزيون عندي عيد، كيف ما عودتكم كنقول لكم بان ملي كيجيو عندي الشعري كيكون هذا النهار بمثابه نهار العيد. المهم اليوم يجيو عندي عائلتي ان شاء الله، با وماما وخوتي صراحه ماشي كاملين، وعماتي وعمي ان شاء الله الا كتب حتى جبهه ولا يعيط له، مشاو لي الارقام ديال التليفون. المهم جبرتني وجدت البارح، كنا عند عمتي الله يبارك لها في العمر وفي الصحه ديالها وفي وليداتها وعطاها ربي ما كنتمنى. كنا معروضين عندها العائله كامله. ديك الساعه نقول لكم لقطات الدميرين اللي عملتنا ما شاء الله، الله يبارك الله يحفظها يا ربي والله يكرمها يا ربي امين. واليوم عندي يعني البارح عندها، اليوم عندي ان شاء الله. جبرتني ملي جيت البارح من عند عمتي وجدت عملت شرمات جداد، عملت يعني شي حاجات استعدادات مسبقه باش اليوم يصبح لي الشغل ساهل. دابا ان شاء الله نعدل معكم تيراميسو، واحد التحليه هيدا بسيطه وشني اخر نعمل الماكله طيب وداكشي. المهم ما نصورش معكم الديتاي حيت باش ما يجيش الفيديو طويل، وخليكم معايا مع الفيديو ان شاء الله تعالى. المزيون ديالي كيفرحني يعني نشارك معكم الفرحه ديالي المزيونه مع العائله ديالي من خلال هذا العشاء ولا هذه العراطه. وغنحاول نهضر في هذا الفيديو على الاهميه ديال العائله والتواصل بالافراد ديالها، وكيفاش يمكن يكون هذا العشاء العائلي فرصه مزيونه باش نعزوا الروابط ديالنا العائليه، ويكون تبادل يعني في الحب والذكريات. المزيونين ديالي هنا نعمل تيراميسو. المهم هنا عملت الجبن كريمي والسكر واحد جوج فانيات. هنا عندي القهوه مذوبه يعني نتزك فيها هادو. وهنا عندي النكهه د القهوه، عملت لي واحد 3 مغارف ديال النسكافي باش عدلت هاد النكهه د القهوه احسن من زعما نشريها، كتجي مزيونه حتى هي كطي المذاق. وصافي هانتوما معايا دابا غنخلط هذا ومن بعد غنجيب الكريمه الغولار. بسم الله. المهم دابا نردت هذا غير باش نسجم لي السكر مع فاني وجات كريمه. هذا الجبن هذا. دابا غنزيدو هلاله وغنطربو. هلاله بارده عندي مزيان. غنعمل دابا داك النكهه د القهوه. صافي ومزيون ديالي كالعاده كنصوركم مع مقتطفات هايده، يعني ما نقدرش نصور داكشي بالديتاي، ما كنجبرش زعما كيفاش نعملو. وتبارك الله يعني المهم تبارك الله انا كنطلع عليكم هيدا وقبلوا عليا. فبغيت نقول لكم شي حاجه اللي هي مهمه على العائله. فالعائله هي اللبنه الاساسيه للمجتمع، وهي مصدر الدعم والراحه بين الافراد ديالها. فالعائله كتلعب واحد الدور مهم في تربيه الاطفال ديالنا، وكنعلموهم القيم والمبادئ من خلال هذا ملي كنتجمعوا ولا ملي كنعملوا العلاقات ولا ملي كنمشيو عند العائله وداكشي. فالتواصل بين الافراد العائله كيعزز الروابط العائله وكيقوي العلاقه بين الاباء والابناء، وهذه بالتجربه.
فديك البعد للعائله وما هذا ما كيمشي عند هذا، فهو كيعمل مشكل حتى لوليداتنا في المستقبل ولا في التربيه ديالهم. فاهميه هاد العراطه اولا ديال اللي كانت ايا كانت العراطه مريندا ولا العشاء ولا الغداء، فهو فرصه مزيونه للتواصل بين افراد العائله، وكيتبادلوا الحديث والافكار وبزاف الحاجات اللي هي مزيونه بزاف. فملي كنتجمعوا كنبقاو نتهاودوا كنتفكروا الذكريات، كيعاودوا لنا كتوجبوا على الجده ديالنا والجد والاعمام وشي حوايج اللي كيكونوا مزيونين بزاف. هاد اللحظات ولا هاد الوقت اللي كنجوزوه يعني كيكون فيه واحد الحب والتواصل اللي هو مزيون بزاف. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ كنتمنى توصل الفكره ديالي. فهاد التجمع العائلي كيكون فرصه باش كنخلقوا لحظات سعيده ومزيونه مع بعضياتنا وذكريات اللي كيكونوا مزيونين، وكنقدروا من خلالها كنعبروا على الحب ديالنا. يعني من خلال ديك العلاقه ملي كنعرض على شي واحد من العائله ديالي فكيكون تعبير عن حبي ليهم وفرصه يعني باش كنمتن، يعني كنقول لهم انا ممتنه لوجودكم في حياتي، فانتم مهمين في الحياه ديالي. فهمتوا؟ هذه يعني واخا الانسان ما كيقولهاش بدقمو، ولكن كيعبر من خلال الفعل ديالو او طريقه التصرف ديالو. وبهيدا كنقدروا نخلقوا ذكريات مزيونه ونهار مزيونين مع العائلات ديالنا. مزيونين ديالي اعتبروا هذا الفيديو هذا تحفيز لينا باش نبقاو مره كنتفكروا العائلات ديالنا. المهم انا اللي بغا يجي عندي مرحبا به بالعلاطه وبالعراطه. المهم انا كنفرح بهذا الشيء هذا. كما قلت لكم ما كرهتش كل على الاقل مره في الشهر تكون عندي شي وليمه هيدا ويكون فيه الحبيب ديالي. الصراحه انا هذا الفيديو كنت نعملو مونتاج معطله، راه كان في شهر 8 عاد كتب نعملو المونتاج. صراحه هاد الايامات جا حبيبي وكان خاصني زعما نعرض عليه هيدا، وكنت غنعرض عليه فهاد النهار يوم الجمعه وما كتبش وقعت شي ظروف هيدا ما كانش زعما قدرت نقولها له. كنبغي زعما نقول ان حبيبي ومثلا خالاتي وما كيكونش الوقت المناسب، ملي كنكون عواله ولا شي حاجه ما كيكونوش هما مجموعين، يعني كيكون حبيبي ماشي هنايا. وحبيبي الصراحه هاد الاعوام هذه تعطل بزاف ما دخلش للمغرب، فكان خصني نعرض عليه وكنتمنى يكون باقي هنايا ان شاء الله. دابا كنقول شي مراحل دابا الدخول المدرسي وداكشي فتونه، يعني ماشي زعما قسعه سكسو ولا شي حاجه هادكيك، ولكن المهم شويش نديرو نجيو مع شي حاجات لا داعي ان نقولوا. فان شاء الله نتمناو ان شاء الله يكون باقي مطول هنايا باش نقول لهم ان شاء الله تعالى. المهم كيف ما قلت لكم هذا تحفيز لنا باش نبقاو نرجعوا لديك اللمه شحال هذه اللي انقرضت نقولوا تقريبا. فشحال هذه كانت المتعه عنا في داك النهار اللي عايشوا عنا العائله او لا كنكونوا ماشيين عند العائله، هذاك احسن خرجه عنا. يعني كنا كنمشيو عند العائله ديالنا كنتلقاو العبابول كيلعبوا وكبارين كيتهاودوا وكنتجمعوا على الطيفور اللي عطا الله وداكشي. كانت واحد الحياه حلوه، كتجينا ديك الخرجات اهم ان نخرجوا نمشيو لشي موضع مثلا نتفسحوا فيه. فكان كيعجبنا التجمعات العائليه، يمشيو عندنا ونجيو عندهم، اهم خرجه في الوقت شحال هذه. دابا رجعت المعاناه، رجعت هذا ما كيرضى بهذا، كاين بعض بنادم كيفهم غلط يعني وما كيعجبوش كيعجبو اللي يكبر بهذا المعنى هذا وما يكبر بحد. يعني وصلنا لشي حدث لا داعي انهم يكونوا الصراحه في العائلات. فكنتمنى السلم والسلام والانسان يكون زعما ما نيته مزيانه وزعما كيحب كل شيء عنده مع كل شيء، ولا لقينا في الخير دائما. فهادشي اللي كاين. حنا زعما فهاد الصيفيه ما صورتكمش بزاف، فما كانش زعما عندي التليفون باش نصور، واخا كنصور بشي تليفون ولكن المهم ما كيكونش الفيديوز مجموعين وهيدا. فدابا قلت ان شاء الله نبقى نصوركم فيديوهات ان شاء الله تعالى، ولكن خاصني التشجيع. شنو هو التشجيع؟ وانكم تعملوا لي من عجبكم الفيديو، تعملوا لي التعليقات، يعني تقولوا لي واش عجبكم ولا لا. فملي كتنزل الفيديو ما كنكونش عليه اقبال ولا ما كيشوفوش، ولا حتى اللي كيشوف ما كيعلقش ما كيعطيش رايه، واخا انتقاد يكون بناء ماشي مشكل عادي اتقبل، وباش يشجعك باش تقدر تشجع تعمل فيديوز اخرين. فهمتي؟ يعني صراحه عندي افكار ولكن ما كاينش، ما عرفتش علاش ما كنعملش فيديوز. عندي افكار ديال فيديوز بزاف ولكن ما كنصورش.
فمهم كنتمنى تشجعوني، تعملوا ريجيم، اشتراك اللي كنتو باقي ما اشتركتوش، بارطاجيو القناه باش توصل لعدد اكبر ان شاء الله وتكبر العائله ديالنا اليوتيوبيه. وصافي هذا ما كان. شوفوا هنا عملت شلاضه، الشلاضه هذه اللي كتجي لذيذه الصراحه، وفي نفس الوقت يعني ما بسيطه. ايوا كنزيد نعاود نفكركم الى وصلتوا هنا ما تنساوش تعملوا لي اول حاجه كتعملوا الاشتراك الا كنتو باقي ما اشتركتوش، ثاني حاجه كتعملوا ريجيم ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو طبعا الا ما عجبكمش الفيديو فكيبقاكم واسع النظر، ما يمكنش تعملوا ريجيم واحد الحاجه ما عجبتكمش. ثالث حاجه ما كانش هذا الشيء تعليق يعني كومونتير تعملوا لي فيه شي حاجه مزيونه بحالكم هيدا تشجعوني فيها، ويكون لكم كومونتيرات بزاف حيت كيقول لك جيم مزيانه، كتبقى الفيديو كيطلع عند واحد اخر كنظن بحال واقيلا انستغرام وداكشي، يعني الا عملتي ريجيم كتطلع لك فيديو بحال كتقترحوا على واحد اخر يشوفوا، فهمتي؟ فهذا ما يكون فيه الخير ان شاء الله. وزائد يعني عاد جبروا خاطري بالتعليق المزيون ديالكم، وجاب الخواطر شي حاجه اللي هي مزيونه طبعا اكيد نؤجر عليها. وكيف ما كتشوفوا الا سمحوا لي الا شهيت شي واحد فهادشي كيشهي الصراحه. المهم كنتمنى يكون عجبكم الحال العائله ديالي في هاد العرضه هادي. وصافي هادشي اللي كاين. كنقول لكم شكرا بزاف على مشاهده هذا الفيديو هذا النهار هذا. الا شوفوه كامل تنداو باش تسمعوا الهضره هذه. كنقول لكم كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه اللحظات العائليه الجميله ديالي، وما تنساوش الاشتراك عاوتاني كنأكد لكم في القناه ديالي اليوتيوب، وفعلوا الجرس الاشعارات متابعه المزيد من الفيديوهات ان شاء الله. وهذا ما كان، وخليكم على خير وفي فيديو قادم ان شاء الله تعالى. وكمل الفيديو حتى الاخر. الله يحفظكم، الله يسهل امركم يا رب الحبيب، والله يجمعنا مع العائله ديالنا في الخير، والله يهدينا ويهدي وليداتنا والعائلات ديالنا يا ربي امين. واحسن نهار من نهار ضحيتي هم هاد النهار هادو. دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله تعالى.